هحكي لكم الموضوع باختصار عشان ما تزهقوش وانتوا في الاخر احكموا هل الموضوع كان مستدعي ان احنا ندخل ولا لا. جالنا تليفون وطلب مننا معاينه، وفعلا رحنا للمكان. اول ما دخلنا لقينا ان المكان فيه اوريدي ناس شغاله، وكمان الارضيات راكبه والجبسون بورد وكل تقريبا الاماكن الناس شغاله فيها. فجينا سالنا العميل انت ليه كلمتنا؟ ما في مهندس شغال عندك جوه الموقع. قال لي بص انا المهندس، وريته من اول يوم ان انا الفرش بتاعي بالكامل كلاسيك، ولقيته ان هو عامل لي شغل نيو كلاسيك، فانا بالنسبه لي الشغل ده مش مناسب معايا. قلت له طيب بمنتهى البساطه انت ممكن ترجع للمهندس وتتناقش معاه وتقول له انا عايز شغل كلاسيك ويعمل لك الشغل ده. قال لي بقى انا ده كلمته مره واثنين وثلاثه وبرده وصلنا لنقطه سد. طيب تحب ان انا اتدخل؟ قال لي لا، ما احنا خلاص احنا وقفنا الشغل مع بعض، فانا عايزك تعمل لي الشقه دي كلاسيك. قلت له طيب بص انا عشان ادخل الشغل ده واعمله لك فلازم اكون في 3 نقط مهمين جدا. النقطه الاولانيه ان انا بدل ما انت ما عندكش مشاكل مع المهندس ده وخلاص قفلته الدنيا، فانا لازم اتاكد ان الراجل ده اخد حقه بالكامل ومفيش اي مشاكل ما بينكم. فقال لي بسيطه. راح رافع سماعه التليفون وكلم الراجل، مش مهندس احنا في اي مشاكل ما بيننا؟ قال لي لا وربنا يوفقك والموضوع منتهي. قلت له طيب تاني نقطة، أنا لازم أعمل ديزاين جديد للوحدة دي عشان أنت عايزها كلاسيك، والديزاين ده مش متلائم مع المكان. قال لي ما أنا ما عنديش اعتراض، أنا بالعكس أنا عايزك تعمل لي كده. قلت له طب النقطة التالتة، انت اوريدي شغال في المكان والخامات اللي انت شغال بيها والستايل اللي انت شغال بيه ده مش هينفع معايا، فانا تقريبا هغير لك الحاجات اللي موجودة. قال لي طيب بص انت معاك الشقة واعمل لنا الديزاين، واحنا فعلا شوفنا شغلك وعارفين ان انت بتطلع شغل كلايكسك كويس قوي، فاحنا عايزينك تعمل ده، فشوف انت ايه اللي يرضي ضميرك واعمله. قلت له طيب بسيطة، هنبدأ في مرحلة الديزاين وبعد كده نشوف احنا ايه اللي ممكن نعمله. وحاجة تانية ان انا اي حاجة هطلب منك ان احنا نغيرها في الشقة مش معناه ان المهندس كان شغل وحش، بالعكس انا بغير ده طبقا للمواصفات والشغل اللي انا بعمله. قال لي انا ما عنديش اي مشكلة. وخلصنا الديزاين وابتدينا فعلا في التنفيذ، وابتدينا ان احنا كسرنا تقريبا معظم الحاجات اللي موجودة في الشقة وشغل الكهرباء وتجهيزات التكييفات وكل الحاجات اللي موجودة في الشقة اللي معاكسة مع الديزاين. وصلنا ان احنا فنشنا المكان وطلعناه بشكل حلو قوي وطلع بالفينش اللي انتوا شايفينه. السؤال هنا، انتوا لو مكان العميل ده فعلا كنتوا هتغيروا المهندس وتروحوا المهندس تاني يعمل لكم اللي انتوا نفسكم فيه، ولا كنتوا هتمشوا حالكم وتقولوا مش مفيش مشكلة احنا دفعنا فلوس كتير فبلاش ان احنا نصرف وخلينا نمشي حالنا وبكرة ربنا يخلينا نغير الحاجة؟ انا بصراحة شايف ان الفرش اللي جه ملائم قوي مع الديزاين اللي اتنفذ وهو ده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. فممكن اهم حاجة ان المهندس يعملها ان هو يرضي العميل عشان يطلع الشغل اللي يتشكر عليه ويدعو له بعد كده. سلام. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh you fill my lungs with sweetness.